أنه الحديث ما زال متواصل مع ضيفنا من التعليق الرياضي والتصوير الفوتوغرافي إلى المجال الإعلامي والجمعيات الشبانية. إذا في البداية عبد الودود كنا تحدثنا وبدينا بالتعليق الرياضي، والآن راح نقدم لك مقطع صغير من مباراة جمعت ما بين نادي أقبو ووفاق سطيف. راح تعلق لنا على جزء صغير منها هكذا باش نتعرفوا على صوت وطريقة عبد الودود في التعليق. طبعا مرحبا، ان شاء الله نكونوا في المستوى وجاهز 100% ان شاء الله، واعطيونا رايكم ان شاء الله تكون الاجواء حماسيه إن شاء الله يا رب. يلا نشاهد هذه المقاطع لمباراة جمعت ما بين وفاق سطيف ونادي أقبو من تعليق عبد الودود الذي يحضر معنا في هذه الصبيحة. مرحبا، اهلا وسهلا بكم اصدقائي المشاهدين اعزائي المتابعين الى هذه البطوله الوطنيه التي تجمع بين وفاق سطيف. تصل الكره من هناك عند بوشامه، يصل الكره يراوغ الاول، يدخل داخل منطقه العمليات، يسدد، جول 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 من اجمل ما يكون. يا سلام على كوره ولا في الاحلام. الصغير المكير الخطير ينطلق باليمنى، يراوغ باليسرى، يدخل داخل منطقة العمليات ويسدد أرضية صاروخية تخترق الدفاع وتخترق المرمى. نعم، هو الهدف الأول. وهنا الجماهير وفاق سطيف يفرحون ويهللون بفريقهم. النسور السوداء يفعلونها في الدقيقة 47 ويفتتحون مجال التسجيل بطريقة ولا أروع، بطريقة ولا أجمل، بطريقة ولا أحلى. نعم، هو الصغير. شوف الإعادة، وفي الإعادة إفادة، كيف انطلق، راوغ بسرعة، دخل داخل منطقة العمليات، موه المدافعين وسدد بكل قوة. الحارس اتجه مع الكرة ولكن لا قوة له مع هذا الخطير الصغير المكير. نعم، جول 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 أول لصالح وفاق سطيف. هذا النادي العريق، هذا النادي الكبير يستحق كل خير. شكرا لك عبد الودود. إذا هو صوت رائع وأجواء حماسية جميلة جدا، حتى يعني نبرة الصوت شفناها اختلفت لما قلت جول يعني في الهدف. طبعا كل معلق عنده أسلوبه، كل معلق عنده طريقته، كل معلق عنده مفرداته. المفردات هي الصح بالنسبة صحيح. لأي معلق حتى يشتهر وحتى يكون له لمسة خاصة. نتكلم على المفردات، نتكلم على العبارات، نتكلم على المعلومات. كل واحد وطريقته كيف يقسم 90 دقيقة بالمعلومات. ممكن أنه فيه معلقين جزائريين اشتهروا حتى وصلوا للعالمية، طريقتهم الذكية في التعبير طبعا، وأسلوب خاص باللغة البيضاء حتى يفهمها كامل المجتمع العربي. نتحدث على الأسلوب، نتحدث أيضا على المفردات، ونتحدث على الجملة التي يرددها المعلق كل ما يتم تسجيل الهدف أو كل ما تقترب الكرة من المرمى، والتي تخلق ذلك الجو الحماسي. طبعا شفنا العديد من المعلقين في قنوات عربية كبيرة وفي قناة التلفزيون الجزائري الذي مر عليها أرمادة من المعلقين، بداية بمحمد صلاح رحمة الله عليه، وصولا إلى حفيظ، وصولا إلى الشباب الحاليين. نتمنى كل التوفيق، ونتمنى إن شاء الله الانضمام إليهم لما لا في يوم ما. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نشوفوكم من كبار المعلقين الرياضيين عبد الودود. إذا بعد ما تحدثنا عن يعني التعليق الرياضي، تحدثنا أيضا حول التصوير الفوتوغرافي، الآن لو نتعرفوا على الجانب الآخر من عبد الودود